احنا بيقابلنا ثلاث انواع من البيشنتس لما بنتعامل معاهم. نوع بمجرد ما بنعمل له الاجراء بيبقى مبسوط. نوع تاني بيكون عنده هاي اكسبكتيشنز بس شخص طبيعي. ونوع ثالث عنده مشكله نفسيه هو بادي ديسمورفيك. ازاي بتكتشفيهم وازاي بتتعاملي معاهم؟ لان ايفن حتى احنا محتاجين ننصح الشخص ده ازاي يعني يصلح مشكلته. ده هي. طب بص احنا كده هنديهم مفاتيح هيعرفوا احنا بنعرف ازاي. ما هو محتاجين هم نفسهم يعرفوا نفسهم. بس هو مبدئيا اول كلمه اي حد يخش يقولها لك لما واحده تيجي تخش او واحد يجي يخش، انا ما بحبش نفسي. بلاك ليست. مش بلاك ليست، انا بقول لها انا مش همد ايدي في وشك، احنا بنحب نفسنا في كل مراحل. انا دلوقتي متضايقه من نفسي في 1 2 3 let's work on 1 2 3. لكن انا ما بحبش نفسي مش هحبها لما اغيرها. ما هو ده مش that's not the school. فانا بالنسبه لي واحد تقول لي انا ما بحبش نفسي، دي الكلمه دي انا ما بحبش اسمعها خالص. في العيانين اللي هم البرفكشنست اللي هي دي ما تعرفش تقول لك ثانك يو ميرسي انا مبسوطه بوشي، لا لازم بس انا حاسه ان الناحيه دي غير دي شويه، لا اصل بص الرفعه دي مش 100%. فده مثلا الناس دي انا باجي اقول لهم يا جماعه انت اصلا نصك اليمين it's totally different than الشمال. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان هو يخلي اليمين زي الشمال. احنا وظيفتنا بنقربهم يبقوا قريب شبه لبعض بالاتجاه طبعا whatever the side she loves more. اذا ده تمام اوكي، اذا مش تمام don't ask me to be يعني magician يعني. لكن احنا بنقرب الدنيا تبقى شبه بعض، لكن عمري ما هقدر 100% ان انا اظبطها تبقى زي بعض بالظبط.